رايح فين يا ابني؟ خش نام، مش وراك امتحان بكره. استنى نتوقع تشكيله الماتش الاول. احنا قلنا اننا مش بتوع كوره، بس الداتا والاي اي ليهم راي تاني، وانا سهران معاكم النهارده عشان نتوقع تشكيله المنتخب لماتش نيوزيلندا. على الورق الماتش يبان سهل، احنا تصفنا 29 وهم ال 82، يعني نكسب برجل واحده، بس رغم الارقام بتقول ان الماتش ده رخم وممكن يحصل فيه مفاجآت. عشان كده التشكيل هينزل بحذر شديد مع تبديل في النقط التكتيكيه عشان خاطر نقف خطورتها. في الجون مصطفى شوبير ثابت زي ما هو. خط الدفاع هاني فتوح باكات. اما في القلب هنبدا بربيع ياسر ابراهيم مكان حمدي، وده ليه؟ لان الداتا بتقول ان مهاجم نيوزيلندا دبابه في العرضيات والالتحامات الهوائيه، ولدرجه ان نسبه فوزه في الثنائيات بتوصل ل 60%، فربيع هو خير بديل. ولو ناسي افتكر ماتش بلجيكا مين اللي سد قدام لوكاكو. خط الوسط مروان عطيه وجنبه حمدي فتحي مكان مهند لاشين، لان حمدي فتحي اقوى دفاعيا وهيبقى ليه مراقبه لصيقه مع إليجا جاست رقم 11 اللي هو مفتاح لعبه، لان المهاره الفرديه عنده عاليه جدا ونسبه انه يعدي من اي حد بتعدي 50%. وعندنا خط الهجوم الرباعي صلاح ومرموش وامام وزيكو، والتغيير هنا مش في الاسامي، التغيير بس في التوظيف جوه الملعب. مرموش على الشمال لان الباك اليمين لنيوزيلندا بيهنج مع السرعه والسكيلز المفاجئه، ومرموش في الحته ديت زي البلاي ستيشن. امام عاشور بقى هيبقى في العمق، وصلاح يمين، وزيكو سترايكر بس هيميل شويه لليمين عشان يضغطوا ويقفلوا جبهه الباك الشمال بتاعهم، لانه يعتبر من اهم مفاتيح لعب ليهم، واي عرضيه منه للمهاجم كريس وود بتيجي جون على طول. وده كان توقع تشكيله منتخب مصر من وجهه نظر الداتا والاي اي. دلوقتي بقى الدور عليك، توقع النتيجه في الكومنتات، يمكن تكسب كورس فري. ويلا سلام.